السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتسأل السؤال ده، هو احنا نتحاسب على أفعالنا ليه لما ربنا سبحانه وتعالى كاتب كل حاجة؟ يعني كأن واحد بيقول أنا ماشي على سكريبت مكتوب وأنا مجبر أعمل المكتوب فيه، فآخد ذنب على حاجة أنا ما اخترتهاش؟ ده سؤال مهم جدا، وبإذن الله لازم نجاوب عليه. أول حاجة لازم تعرفها، أنت مش مجبور، أنت عندك عقل وعندك حرية اختيار، ده ظاهر في كل تفاصيل حياتك. يعني لما تقف قدام ذنب وتقول أعمله ولا ما أعملوش، فأنت كده حر، مفيش حد بيغصبك عليه. ربنا اداك القدرة تختار، وربنا سبحانه وتعالى بيحاسبك على اللي انت اخترته بإرادتك، مش على اللي مكتوب عنده في الغيب. الله سبحانه وتعالى يقول: وهديناه النجدين، يعني طريقين، طريق الخير وطريق الشر، وانت اللي بتختار. سبحانه قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني ربنا عرفك الطريق وانت اللي اخترت تشكر او تكفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه جولوا وقالوا: يا رسول الله، افلا ندع العمل ونتكل على ما كتب، رد عليهم وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ربنا كتب، لكن انت بتشتغل بارادتك، وربنا بييسر لك الطريق اللي انت اخترته، مش بيغصبك عليه. تخيل انت تبقى داخل الامتحان والدكتور اللي حاطط الامتحان عارف مين اللي هيذاكر وينجح ومين اللي هيسيب المادة ويسقط، ولله المثل الأعلى. هل كده نقول ما هو عارف يبقى ليه نتحاسب؟ لا طبعا، لأن معرفته مش هي اللي أجبرتك، أنت اللي قررت، وهو بس سبق علمه بإنك هتعمل إيه. الغريب بقى إن الناس اللي تحتج بالقدر على المعاصي ما تحتجش بيه على الحاجات الدنيوية. يعني تلاقي واحد مثلا يقول: ما صليتش أصل ربنا كاتب لي كده، بس عمره ما يقول ما اشتغلتش أصل ربنا كاتب لي ما اشتغلتش. لو جيت تسرق منه حاجة يقولك حرام، مش هيقولك ربنا اللي كتب كده. فليه نستخدم القدر حجة على التقصير ومش بنستخدمه في الدنيا؟ الموضوع مش منطقي. وعلى فكرة، الصحابة كانوا بيخافوا جدا من الاحتجاج بالقدر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي آخر الحديث: وإن أصابك شيء فلا تقل إني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني تؤمن بالقدر بعد ما يحصل، مش تسيب الأسباب وتقول مكتوب لي كده. لو كان ربنا سبحانه وتعالى أجبرك مكانش حاسبك، لكن طالما اداك عقل وإرادة تختار بين الحلال والحرام، يبقى الحساب عادل 100%. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، بس هو خلقنا علشان نمتحن وفي الآخر يكرمك أو يعاقبك على اختيارك. أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق، وإنه يعيننا نكون من عباده اللي اختاروا الطريق اللي يرضيه. قبل ما نختم، افتكر دايما اللي بيغلط ويقول قدر الله بيغلط مرتين، مرة في الذنب ومرة في الفهم. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا.